الموضوع ده والكلام ده والحاجات اللي احنا بنقول عليها دي. احنا امبارح طلبنا منكم حاجه صغيره ومحدش عبرني الحمد لله، ان كل واحد يعمل ميثود. الميثود دي بتعمل تبديل مره ما بين نص للنص، يعني الفيرست نيم يبقى اللاست نيم، سواب كده ما بينهم وما بين ما بين رقمين. فاحنا هنيجي نعمل احنا الحاجه دي ولا نحوج لاي حد، يعني نعملهم بنفسنا. فهنعمل كرييت نيو بروجكت، وهنعمل كونسول اب، وان شاء الله قريب قوي هنخلص من الكونسول اب ده وهنتكلم في حاجات تانية احلى. جينيريك جي تقريبا كده اندرسكور ام اس بي، لان انا مش فاكر امبارح كنت مسميها ايه، لان انا مش فاكر ومش قادر ادور على المشروع، بس ده غلط بس مش مشكله. سي شارب. حلو كده لحد هنا، حلو لحد هنا، ونعمل كرييت. ايه بقى ده؟ ايه الكلام ده؟ تعالوا نتكلم مع بعض ونفهم، بس يفتح يعني. انا بمط في الكلام لحد ما يفتح. ايوه كده. نحذف ده كده عشان احنا خلاص خدناها وكبرنا وبقينا ناس بنعمل ميثود، يعني الحمد لله. هنعمل ميثود صغيره خالص، وهي بتعمل تبديل ما بين، لو انا دخلت اكس ب5، تمام، ودخلت الواي ب10، يرجع لي الاكس يساوي 10 والواي بتساوي 5. حلو. كذلك لو دخلت فريست نيم مثلا وفريست نيم، يرجع لي الفريست نيم. هو انا ليه بكتب اسامي؟ مثلا تي واللاست نيم ايه، فيرجع لي الفيرست نيم تي واللاست نيم ايه. واصله لحد هنا؟ واصله. ده المطلوب مننا، بس هنيجي نعمله ازاي؟ بركزوا يا باشمهندسين عشان ده تمهيدي لحته الجينيريك، وازاي هي هتفيدك، وازاي مش هتعرف تستخدم حاجه اسمها سوليد برنسبل، او تعرف تشتغل باسلوب ناس محترفه عشان تعرف تنزل شركات ان شاء الله من غير الجينيريك. تمام، تمام خليكم يا مركزين. هندسة. باشمهندس حسام وصل ولا؟ لا، انا محمود النجار، بس التليفون فاصل فحاضر من عند مصطفى. اتفضل يا باشمهندس. ستاتيك. دلوقتي احنا محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ستاتيك فويد برضو. فويد. محتاجين مثلا هنعمل سواب ما بين انت الاول. سواب مثلا انت، عشان يبقى عارفين اللي دي انت، وهنيجي نقول انت A وانت B. تمام. هو انا مدرب او مروض الفيجوال ستوديو، اي حاجه انا ببقى عاوزها هو بيكتبها، بيحس بيا، علشان كده بيتوقع كل اللي انا عاوزه يعني بسرعه. محترم. انت جنب مثلا، ده انا عاوز مكان فاضي الاول. ليه مكان فاضي الاول؟ اخزن فيه القيمه اللي راجعه، عشان لما اجي اشقلب. يعني انا مثلا دلوقتي معايا كوبايه ميه، كوبايه ميه فاضيه، عاوز احط كوبايه مثلا عندي 3 كوبايات ميه، واحده فاضيه، دي لازم تبقى فاضيه لان انا محتاج كوبايه الميه، وعندي كوبايه ثانيه في قلبها مثلا عصير. كوبايه الميه محتاج ابدل ما بين، هخلي كوبايه الميه في قلبها عصير وكوبايه العصير في قلبها ميه. هعمل ازاي مع الكوبايه الثالثه؟ هحط واحده في قلب الكوبايه الثالثه، يعني كوبايه الميه في قلب الكوبايه الثالثه، علشان انقل العصير في قلب كوبايه الميه، ومن كوبايه الميه ارجع في قلبها العصير تاني. واصله يا باشمهندسين الحته دي؟ محتاج انقل واصله. يعني انا دلوقتي معايا محتاج انقل الكلاس، محتاج انقل يعني اخلي بدل الاي، يعني افتراضا سيبك من الاي، محتاج انا دلوقتي عندي في الاي قيمه وفي البي قيمه، محتاج اعمل ايه عشان اخلي البي قيمه والاي قيمه ثانيه؟ محتاج اعمل حاجه صغيره، ان انا اجيب فاريبل ثالث، اخزن فاضي، اخزن في قلبه قيمه، القيمه الثانيه اضيف تفضى، واساوي القيمه الاولى بالقيمه الثانيه، يعني واساوي الاي مثلا بالبي، وبعد كده اخلي القيمه اللي هي الثانيه بتساوي التمب اللي احنا سميناها في الاول في القيمه الاولى. خلينا نتكلم باسلوب ونفهم. فهنقول مثلا انت تمب ايه. تمام كده، انا حطيت عملت فاريبل فاضي، وحطيت في قلبه القيمه بتاعت الايه اللي راجعه. تمام. وعاوز اعمل
اساوي الاي بالبي. A بيساوي البي. فانا كده خليت الاي بيساوي البي، القيمه اللي في الاي بقت في البي. يعني الاي مثلا لو ب 10، فالبي هو اللي بقى ب 10 دلوقتي. وبعد كده خليت البي بيساوي التمب اللي هي في الاساس الاي. فانا كده عملت تبديل للقيم. ده اللي انا كنت محتاجه بس في حته اللي انا طلبته منكم. وصلت لحد هنا؟ وصلت يا باشمهندسين؟ باشمهندسين، وصلت ولا لم تصل؟ عيد تاني لو سمحت يا باشمهندس. هو ليه الشير عمل كده؟ النت وقع عندي ولا؟ مش مشكله، اعيد تاني. احنا عملنا ايه دلوقتي؟ خلينا نحذف كده الجزء ده. احنا دلوقتي عملنا ميثود عاديه. بس قبل ما نشرح حته الميثود، انا دلوقتي عندي قيمه، عندي عندي ميه، وعندي عصير. محتاج انقل العصير ده في قلب كوبايه ثالثه خالص، وعندي كوبايه فاضيه. فانا محتاج احط الميه، يعني محتاج احط العصير في كوبايه الميه، في كوبايه فاضي. محتاج احط كوبايه العصير في كوبايه الميه. انا واحد فاضي دلوقتي، واحد فاضي، عاوز احط كوبايه العصير في كوبايه الميه. هعمل ازاي؟ هدلقهم الاثنين في بعض كده؟ مش هينفع. هجيب كوبايه ثالثه فاضيه، هدلق كوبايه الميه في الكوبايه الفاضيه، فهتبقى كوبايه الميه فاضيه. هرجع في قلبها العصير، واجيب الكوبايه الفاضيه احط في قلبها واجيب الكوبايه الفاضيه احط في قلبها الميه. وصلت؟ وصلت يا باشمهندسين؟ يا تخيلوها باشمهندس بس. لو ينفع بس اي مثال غير الكوبايه والميه بس. يعني اجيب، طب قول مثال يا باشمهندس. أنا مش عارف، بس احنا تهنا والله مش. ماشي. انا دلوقتي عندي إيه؟ طب ما هو مش هينفع غير بالكوبايه. ماشي. انت تخيل يا باشمهندس دلوقتي انت معاك 3 كوبايات ميه، 3 كوبايات، واحده في قلبها حاجه، واحده في قلبها حاجه ثانيه، واحده في قلبها حاجه ثالثه. انا عاوز احط الحاجه الاولى في الحاجه. يا عم الحاج، خلينا بالميه والعصير دلوقتي من الاول تاني. انا دلوقتي عندي كوبايه ميه وكوبايه عصير. عاوز احط كوبايه الميه في قلب كوبايه العصير. يعني أنا الحاجه اللي في قلب كوبايه الميه اللي هي الميه افضيها في قلب كوبايه العصير، وكوبايه العصير احطها في قلب كوبايه الميه. الحاله دي مش هتحصل غير لما اجيب كوبايه ثالثه. فالكوبايه الثالثه دي هعمل فيها ايه؟ هحط في قلبها الميه، هحطها في قلب كوبايه الميه. يعني الميه هحطها في قلب الكوبايه الفاضيه، فكده كوبايه الميه بقت فاضيه. كوبايه الميه يا بقت فاضيه. باشمهندس والله الموضوع أبسط من كده كتير. ثانيه واحدة. كوبايه الميه بقت فاضيه. باشمهندسين، وصلت؟ طب انا ما كملتش، بس يعني ان شاء الله وصلت يعني. طب احنا ممكن نكمل بالكود؟ لا وصلت والله ان شاء الله وصلت. الحمد لله يعني. الله يسامحكم. فاحنا دلوقتي عملنا حاجه جميله خالص، ان احنا محتاجين عندنا ميثود ميه وعصير اهو. عملنا ميثود صغيره static void، وعملنا الميثود سميناها سواب انت. يعني انت هتعمل تبديل ما بين العناصر، ما بين القيمه الاولى والقيمه الثانيه. وقلنا الانت هنجيب مكان فاضي هنخزن في قلبه الايه، والايه هتساوي البي، والبي هتساوي التمب اللي احنا خزنا في قلبها القيمه الاولى. تمام لحد هنا؟ تمام. هنعمل برضو واحده ثانيه static void swap string. برضو ممكن نسميه string A و string B. دي انت عملته string A و string B، ونفس النظام كده. انا عملنا 2 ميثود. تمام. دلوقتي احنا محتاجين ايه؟ محتاجين ننادي على القيمه دي. فاحنا هننادي عليها ازاي؟ شرحنا الحاجات دي يا باشمهندسين، حد يقول لي ممكن ننادي عليها ازاي؟ اسم الفانكشن بتاعتنا ونديها قيمتين. تاني. ندى على اسم الفانكشن بتاعتنا، اه هو مثلا سواب انت او سواب سترينج، بعد كده نديها اي قيمتين عندنا. صح.
فاحنا محتاجين ننادي على الميثود بتاعتنا ونديها القيم بتاعتنا، يعني محتاجين ننادي عليها ونديها القيم بتاعتنا. فاحنا قبل ما ننادي عليها محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ندي قيم للحاجات دي. فاحنا محتاجين مثلا هنقول هنا ثانية واحدة يا باشمهندسين، القيمة القديمة هننادي عليها الأول يعني، بس هي لسه ما وصلتش لحد هنا. خلينا واحدة واحدة كده علشان عاوز أوصلها بطريقة عشان ما تتوهش مني. انت مثلا انت ايه وانت بي، لا في واحدة سترينج وواحدة تاني انت. خلينا في الانت الأول. مثلا الرقم فخلينا مثلا نسميه ايه، بس انا مش حابب اسميه ايه، فنسميه مثلا الرقم القديم قلت مثلا، قلت انت 1، قلت ايه يساوي 1، وقلت بي بيساوي 10 مثلا زي ما احنا كنا متفقين. عدينا تمام، بس خلينا ننادي على ان نكتبها فوق احسن. هنا كده احنا عملنا ايه؟ نادينا على على الميثود، تمام، او عملنا قيمه للميثود. فاحنا كده خلينا اللي هو القيمه الاولى بتساوي 5 والقيمه الثانيه بتساوي 10. الله المستعان. محتاجين بقى ننادي على الميثود اللي احنا عملناها تحت دي. هنعمل سواب انت اولد ايه واولد بي. تمام، نادينا اهو على دي بقت اكنها ب5 ودي اكنها ب10. صح كده يا باشمهندسين؟ صح ولا انا غلطان؟ أيوة صح. تمام، كونسول دوت رايت لاين. فاحنا محتاجين نطبعهم قبل، يعني محتاجين نطبعهم دلوقتي وهي القيمه لسه، يعني هنرجع القيمه دي. فاحنا محتاجين هنقول القيمه دي، هنقول ايه مثلا ايكوال ايكوال كام، اللي هو الاولد ايه والبي اولد بي. كده انا مسمي لما ناديت على الميثود اللي كانت الاولد الاي بتساوي 5 والبي بتساوي 10 بالميثود دي. الاي هتساوي المفروض يطبع لي، ممكن يضحك علينا بس هو المفروض يطبع لي ان الاي بتساوي 10 والبي بتساوي 5. ربنا يستر. فاكر اسمها ايه؟ مش فاكر، بجد مش فاكر. تعال نجيب مشروع تاني قديم. استخدم مثلا ثانية واحدة يا باشمهندسين عشان use a post. كنا خدناها كوبي طالما مش فاضي. نروح ناخدها كوبي احسن. انا دي انا عملتها بس علشان هتعرفوها قدام، بس علشان الرسالة التحذيرية اللي بتظهر دي ما تظهرش.
فاحنا هنيجي نرن كده تاني، مش هتلاقيها ظهرت معانا، هنلاقي الاي بتساوي 5 والبي 10، وهو ده اللي كان مطلوب ولا كان لا؟ الاي بتساوي 5 والبي بتساوي 10، بس هو كده ما استخدمش الاي ما هو المفروض تساوي. اصلا كده فعلا يكون صح، مش هو هيستخدمها لان اعتقد تقريبا طب هنا بقى يجي دور حاجه اسمها، اعتقد المفروض تتبعت باي ريفرنس. الله عليك يا هندسه، مع اني ما شرحتهاش بس ما شاء الله يعني. طب قول لي بقى يعني ايه هندسه باي ريفرنس؟ وباي ريفرنس ده بيعدل في اللي هو بيبعت الادرس نفسه، لكن تاني ما بيبعتش الادرس. وضحها لي اكنك بتشرح لواحد مش فاهم اي حاجه. هو الانتجر او الداتا تايب عامة بيكون كل وحدة ليه ادرس معين، ليه مخزن كده بيخزن في القيمة. امم فلما بتبعتها عادي بيبعت نسخة، فما بيتعدلش منها، بتتبعت نسخة بس. لو اه من غير باي ريفرنس دي، باي فاليو. اه لكن لو بعتها باي ريفرنس فبيعدل في بيروح للادرس نفسه وبيعدل فيه، فالقيمة بتتغير يعني. لا هندسه انت قلت عظمه بجد يعني، بس أنا مش عارف. خد خد طب تستاهل. اقول انا كمان التاني، ايه؟ اقول return by value return by reference تاني. قول يا باشمهندس. ماشي. اول حاجه عندنا return by value دي مش بتغير في القيم الاصليه بتاعتنا. يعني مثلا دلوقتي لو احنا غيرنا في القيم، اول ما الفانكشن بتاعتنا بتخلص مش بتغير بقى في القيم بتاعتنا، بتكون قيم اصليه يعني. بس return بقى by reference هي اللي بتغير في القيم الاصليه بتاعت الفاليو يعني. هو ما شاء الله والله يا باشمهندس، برضه تستاهلي شويه تسقيفه، شويه زمامير كده، كل الحاجات. حد بقى يقدر يقول لي هو فهم حاجه ولا ما فهمش من الباشمهندسين التانيين؟ الباشمهندسين شرح احسن مني، ما شاء الله عليكم. ده تواضع صح، انكم عارفين المعلومه مش عاوزين تقولوها اكيد يعني. اقولها لكم انا سريعا. دلوقتي انا عندي ريفرنس. يعني ايه ريفرنس؟ يعني انا دلوقتي عندي القيمه الاي دي، لما الاي بتساوي لما الاي دي بتساوي 5، وجيت عدلتها وخليت الاي بتساوي 10، فانا كده واخد منها نسخه. لما اجي انادي عليها تاني هتتحسب بالخمسه. بس لما اجي استخدم الريفرنس، فانا كده بقول له انت مش هتاخد نسخه، من المتغير او الفاريبل ده او الداتا تايب دي، انت هتاخد الاصليه وتعدل عليها حتى لو ظاهر لك هنا القيمه دي. يعني خلينا دلوقتي كده نضرب مثال مش هينفع، بس خلينا ماشي. ما اعتقدش انها هتبقى مظبوطه. دون هنيجي بس هنا نكتب نو ريف، وهنا لا، من غير ريفرنس رجعها لي هي نفس القيمه، الاي بتساوي 5 والبي بتساوي 10، نفس القيمه اللي هنا. ليه؟ لان هو خد نسخه عمل لها عمليه تحويل للداتا وبعد كده رجعها لي تاني زي ما هي بطبيعتها كده. بس لما انا نديت على الميثود بالريفرنس، لا هو بقى قال لا تعالى كده يا عم الاولد ايه وخليك بخمسه، والاولد بي وخليك ب 10. لا انت لما انا استخدمت الريفرنس وخليت له العكس، فقام قايل لي لا انت كده، دخل هنا وقام عمل تحويل، فقام قايل له لا انت هتبقى ب 10. خلاص ده الرقم بتاعك 10، طول ما انت بتنادي عليا فالرقم بتاعك 10. لو قلت له كونسول دوت رايت لاين هنا اهو، وقمت قايل له اولد بي بعد ما ناديت على الريفرنس، فالاولد بي هنا ب 10، لو جيت طبعتها هيطبع لي 5، ولا يطبع لي ايرور. ليه ايرور؟ عشان نسيت هنا بس حاجه صغيره.
ونيجي كده ونعمل نرن ونجرب. طبعا لي 5 مع انها ب 10. دي بقى الريفرنس. تمام. انت بتنادي على الحاجه، بتحفظ منها نسخه، مش بتحفظ نسخه، لا انت بتعدل على الاصل، مش بتعدل على نسخه منها، لا انت بتعدل على الاصل لما بتستخدم حاجه اسمها ريفرنس. ولازم عشان بتستخدم ريفرنس لازم تنادي عليها هنا، وتنادي عليها في الميثود اللي انت بتعملها. يعني لو انا حذفتها من هنا هيرجع لي ايرور، هيقول لي انت معرفها لي تحت ريفرنس وانت هنا مش منادي عليها ريفرنس. فهنا هتحصل نفس المشكله دي. وما شاء الله عليك والله يا باشمهندسين انكم قلتوا حاجه من غير ما اشرحها. فعليا انا متفائل خير. يعني انا والله جددت السنه دي. ما شاء الله عليكم يعني. اللهم بارك. باقي الباشمهندسين فهموها ان شاء الله صح؟ دلوقتي احنا عملنا وحرقنا وضيعنا وقت كبير قوي في حته ميثود معفنه اهي، ملهاش اي ثلاثه لازمه. هي ما هي الا تمهيد لحاجه اسمها جينيريك. دي حاجه في جينيريك انواع. انا بعمل جينيريك يعني حاجه عامه، بعملها يا اما ليست جينيريك، يا اما بعملها لميثود جينيريك. خلينا بما اننا بدانا بالميثود فنتكلم عن الميثود جينيريك. طب ايه هو الجينيريك؟ الجينيريك ببساطه يعني هو قالب جاهز كده. يعني انا اكن عندي قالب جاهز، يعني بستخدم فيه اي نوع من انواع الداتا تايب اللي انا محتاجها. لو انا محتاج الانت يستخدم الانت، لو انا محتاج السترنج يستخدم السترنج، لو انا محتاج مش عارف ايه يستخدم ايه، لو انا محتاج ايه مش عارف ايه يستخدم ايه. لحد هنا تمام؟ لحد هنا تمام ان شاء الله تمام. فاحنا محتاجين دلوقتي نعمل الجينيريك بيتكتب ازاي يا عم الحاج. فاحنا دلوقتي خلينا بدل ما نكتب الجينيريك نكتب حاجه اسمها ليست صغيره كده. ونفتكر زمان احنا كنا بنكتب ليست، كنا بنيجي نعمل برايفت. برايفت لازم برايفت ليست. احنا كنا نيجي نكتب كده ليست عادي خالص بالاسلوب الجميل بتاعنا، سترينج نيم سترينج. هنا لا، قال لك انت عشان تعرف لي سترينج هتيجي تعرفها لي بحاجه اسمها تي. طب انا دلوقتي علشان استخدم حاجه اسمها تي يا عم الحاج، يا عم الحاج في حاجه اسمها تي، انت هتشتغلنا؟ ما بشتغلكمش. تعالوا بس ايه نتكلم. برايفت دي يا باشمهندس؟ ايه ايه برايفت دي؟ عملنا برايفت قبل الليست ليه؟ ممكن اعملها بابليك، بس انا عملتها برايفت عادي كده يعني. ممكن اعملها بابليك عادي، بس مش هو ده الشاهد. يعني احنا ما احنا شرحنا البرايفت والبابليك والانترنال بتتشاف على مدار الكلاس او بتتشاف على ايه. فانا كده لما قلتها برايفت انت مش هتشاف غير على مدار الكلاس بس. بس ده مش النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. تمام. وصلت للحته اللي انت سالت فيها ولا لا؟ يعني عادي اعملها هو برايفت. نعمل يعني ولا ايه؟ ايه دلوقتي نعمل كلاس؟ يا باشمهندس؟ مش ايه فاهم برضه. صوت ده. قول يا باشمهندس. دلوقتي يعني احنا نعمل كلاس ولا ايه؟ مش هتفرق هنعمل بابليك او برايفت عادي، اي حاجه. بس هو خلاص الفكره، تمام بس احنا ماشي. دلوقتي عاوزين، احنا دلوقتي محتاجين نعمل ليست. مش هنعمل ولا بابليك ولا برايفت، احنا محتاجين نعمل ليست. بس الليست كانت بتستقبل مني حاجه اسمها سترينج، كانت بتستقبل مني حاجه اسمها سترينج برضو او انت او اي حاجه. انت غيرت لي اللعبه وبقيت بتحط حاجه اسمها تي دي. اقول لك ايه تي دي؟ التي دي، التي دي حاجه اسمها هي متعارف عليها، انت ممكن تسميها اي حاجه غير كده، بس هي متعارف عليها ان هي بتتكتب كده في وسط المبرمجين ان انت بتكتب وبتنادي عليها كده. طب انا محتاج استخدمها او محتاج التي دي تشتغل، هنعمل حاجه اسمها يوزنج سيستم دوت يوزنج بيبقى فوق، اليوزنج بيبقى فوق مش تحت. معايا يا باشمهندسين؟ احنا دلوقتي اتلخبطنا في حته غلط، عندنا كتبناها غلط. هنرجع كده. لا لا لا، هزر ولا ايه؟ اشكري ده اهي.
مش عامل حساب المشكلة دي. و اللي احنا خدناها using text دوت. ثانية واحدة، زعل أخويا قليل الأدب ده وبعد كده جينا. أنا صوته مش طالع، بس ثانية واحدة. وأنا جيت كنا بنعمل إيه؟ سيستم تكست برايفت، ويجي احنا هنا بيقول لنا ايه؟ اقل من سنه يا باشمهندسين، معلش. معاكم يا باشمهندسين، اسف جدا 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 على التعطيل اللي عطلته لكم ده. نرجع نكمل. احنا محتاجين نشوف بس نسيت ايه هنا. نرجع تاني، بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي طيب اهو، مش عارف ايه. ماشي اوبا ثانك يو فيري ماتش. احنا عشان نخلص محتاجين يا باشمهندسين، محتاجين قبل ما نبدا نعرف اسمه ايه، قبل ما نبدا نعرف احنا كنا اتكلمنا عن الليست، وقلنا الليست من الاول تاني عشان انا سرحت. لما كنا في الاول بنستخدم حاجه اسمها انت، وال اللاست بتاعها مش عارف انت برضو، او سترينج، واحنا هنا بنعرفه كده كسترينج. طب انا دلوقتي مش محتاج اعرفه كسترينج، انا دلوقتي محتاج استخدم حاجه اسمها جينيريك.
الجينيريك ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت هتستخدم حاجه اسمها هتسميها اي حاجه، بس النوع بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى بتستخدمه مع اي حاجه. يعني ايه بستخدمه مع اي حاجه؟ مش شرط نهائي يبقى انت او سترينج. فبيتعمل ازاي؟ بنيجي الاول بس بنعمل كلاس، او بنيجي نعمل كلاس نخليه بابليك كلاس. بنيجي نعمل بابليك كلاس مثلا، كلاس، وبنعرف ان الكلاس اللي انت هتستخدمه ده مثلا ماي كلاس زي ما هو اقترح من نوع جينيريك. تمام؟ جينيريك يعني ايه؟ يعني انت بتستخدم اوف تي، ده الجينيريك. اوف دي القوسين دول اسمها اوف كده. تمام؟ فانا دلوقتي محتاج الميثود اللي احنا كتبناها اللي هي البرايفت ليست تي نيم. فانا كده هنا هقدر استقبل منه اي حاجه خالص، اي حاجه مهما كانت الحاجه دي ايه. يعني ايه مهما كانت الحاجه دي ايه؟ مهما كانت الحاجه دي سترينج، انت، اي حاجه. فاحنا دلوقتي كده دي حاجه اسمها ليست جينيريك. انا عملت ليست جينيريك بتستقبل مني اي حاجه، بس لان احنا في الاول خالص ضربنا المثال بميثود، فخلينا نعمل الميثود الجينيريك ونوضح ازاي الميثود سهلت علينا ان احنا الجينيريك سهلت علينا ان احنا بدل ما نكتب 2 ميثود كتبنا ميثود واحده واستدعيناها بناء على البيانات اللي عندنا. فاحنا دلوقتي محتاجين نكتب ميثود جينيريك خالص. حد يقول لي بناء على الحته الصغيره اللي انا قلتها دي الميثود الجينيريك بتتكتب ازاي؟ يعني انا كتبت انا عاوز اعمل ميثود زي دي بالظبط كده، بتتكتب ازاي؟ زي دي كده بالملي. هقول لكم انا بتتكتب ازاي. بتيجي تعمل ميثود، هنكتبها احنا بايدينا. فهنيجي نقول static مثلا، static void web swap اوف. القوسين دول اسمهم اوف تي. ريفرنس برضو زي ما احنا شرحنا الريفرنس والحاجه دي. الريفرنس التي بدل ما انا هكتب انت، يعني انت لو رجعت فوق كده بسم الله، يعني خلينا نقارن، خلينا نعمل مقارنه كده سريعه. هنا عملنا ايه وهنا عملنا ايه؟ اللي احنا عملناه هنا بدل ما انا كتبت سترينج انا كتبت التي اللي هي اوف تي، اللي هي مستنيه مني اي قيمه هبعت لها سترينج هتقبلها، هبعت لها انت هتقبلها، هبعت لها اي حاجه هتقبلها، اي نوع داتا تايب. فانا دلوقتي هنيجي ونوقف هتلاقيها هي بس بدل سترينج انا كنت حاطط تي. تمام؟ تمام. لازم اعرف الكلاس ان هو جينيريك، او ان هو جينيريك بان انا بعمل اوف تي في الاول، او على فكره ممكن اعمل اوف جي، بس هو المتعارف عليه ان انا بسميه تي. فانا المتعارف عليه وسط المبرمجين او وسط الناس اللي هو اسمه دي. تمام؟ فاي حاجه هيقول لك تمام تمام انا مش زعلان انا موافق، بس هو متعارف عليه بايه؟ بتي كابيتال كده. فخلينا، وانا ممكن ابعت لكم حاجه حلوه في الجينيريك. وكده كده الجينيريك برضو من ضمن الحاجات اللي هنركز عليها في حاجه اسمها سوليد برانسبل، وهنحاول لو حد واقف منه اي حاجه برضو معاه عادي خالص، بس احنا محتاجين نفهم المشكله كده. مفيش اي مشاكل. العالم اللي عمل صوت مفيش. فاحنا دلوقتي عملنا ميثود جينيريك خالص. فالجزء اللي عليه الدور وهو ان احنا هننادي عليها بنفس الطريقه اللي نادينا عليها الادب دول، بالطريقه اللي نادينا عليها الطريقه اللي نادينا عليها الجزء اللي فوق ده اللي هو الميثود القديمه اللي احنا عملناها. لو انا دماغي صغيره كنت خرجت زعقت له والله. شكلها هتبقى صغيره دلوقتي واخرج ازعق له. بس خلينا نمشي السيشن على خير ونكمل مع بعض زي الفل كده. ربنا يهديهم ويمشوا من هنا. فاحنا محتاجين دلوقتي نعمل ايه؟ محتاجين دلوقتي ننادي على الميثود اللي احنا عملناها. فاحنا دلوقتي هننادي على الميثود دي يعني ازاي؟ حد يقول لي او حد يفكر معايا. حد يقول لي يا باشمهندس او حد يفكر معايا. انا دلوقتي بدل ما كنت بستخدم تي، بدل ما بستخدم انت، استخدمت حاجه اسمها تي. فانا محتاج افهم دلوقتي ممكن نستخدمها ازاي. فاحنا دلوقتي طب خلينا اشرحها انا. فاحنا هنقول مثلا اللي هي الانت، طالما ما حدش رد، الانت بيساوي 5 والبي بتساوي 10 اللي هو اللي احنا عملناه فوق. تمام؟ فاحنا محتاجين نعمل اي حاجه صغيره جدا قد كده اللي هي ايه؟ اللي هي احنا هننادي على
الميثود دي نفس الطريقه اللي احنا اتكلمنا فيها فوق يا باشمهندسين. حسوا لي انا ما بشرحش. كونسول مش كونسول، هننادي الاول على الميثود. الميثود دي بتستقبل مني ايه؟ بتستقبل مني ريفرنس، بتستقبل مني الريفرنس او الداتا بتاعتها اللي راجعه، يعني الريفرنس دي اللي هي مش الريفرنس، اللي هو الجزء ده اللي هو مستنيه مني الاي والبي. فانا دلوقتي لما كانت انت، فالميثود دي اشتغلت وعادي خالص، وهتعمل لي كونسول دوت رايت لاين دوت رايت لاين يس ريفرنس. بلاش بقى، احنا كتبناها مره مش هي دي اللي احنا عاوزينها، فاحنا محتاجين نطبع ال الايه ايكوال ايه. المفروض يطبع لي ايه يا باشمهندسين؟ والبي ايكوال بي. لحد هنا تمام، لحد هنا تمام، اول كلام جميل. دلوقتي الميثود دي طبعت لنا كده. طب انا دلوقتي عندي ميثود سترينج مثلا، سترينج 1 هلو سترينج 2 وورد مثلا، زي ما هو اقترح، يعني انا مشيت معاه. وبعد كده هعمل سواب ما بين سترينج وكده، وهنعمل برضو نفس سترينج 1 نفس النظام. حد فهم اللي انا عملته ده دلوقتي ولا لا يا باشمهندسين؟ اللي هو كتب لوحده وانا قمت موافق عليه، اللي هو الجزء ده، حد فهمه ولا لا؟ طب محدش فهمه، اللي ما فهموش يرفع ايده عشان اعيده. اللي ما فهموش يقول لا كده رياكت يعني فهمته. اللي ما فهموش يعني يرفع ايديه كده كده، يرفع ايديه كده. لو حد ما فهمش يرفع ايديه كده، لو حد فهم يعمل كده. نعيد تاني، نحذف كده، نحذف كده. بص، احنا دلوقتي هنا عملنا ايه؟ عملنا في الاول خالص ده احنا نرجع نشرح الجزء القديم لما عملنا الميثود الصغيره القديمه خالص اللي هي ميثود من نوع سترينج، وعملنا تبديل بنفس الطريقه اللي احنا شرحناها بتاعت الكوبايه والعصير والحوار ده. تمام؟ فجينا رجعنا تاني عملنا ميثود تانيه خالص بنوع جينيريك. جينيريك يعني ايه؟ ميثود عامه، انا مش رابطها بداتا تايب معين، مش رابطها بانت، مش رابطها بسترينج، مش رابطها باي حاجه. انا عرفت لها حاجه اسمها تي، حاجه عامه اسمها تي، وعملت الميثود دي اسمها سواب بس، اللي انت بتبدلي مش بسترنج ولا اي حاجه، انت بتبدلي اي حاجه. طب هتبدلي ازاي يا اختي؟ هتبدلي كده، اللي هو ازاي؟ قال لك تعالي نشوف. تعالي نشوف ايه؟ لو انت بعت لي انت ايه بتساوي 5 وبي بتساوي 10 كده، قمت جاي عامل منادي على الميثود اللي احنا كتبناها، وعملت الاي اللي هي القيمه، بعت له القيمه الاي. يعني لما احنا عملنا كده انت اكنك مررت هنا، كتبت هنا ايه وكتبت هنا بي. فبص هي عامله ازاي؟ انت اكنك بعت لي الميثود زي ما احنا بنعمل ميثود، اكنك بعت هنا 5 واكنك بعت هنا 6 او بعت هنا 10. بس احنا مش هنبعت كده، احنا هنبعت الميثود نفسها، احنا هنبعت المتغيرات اللي احنا عملناها فوق نفسها. تمام؟ فلما عملنا كده قلنا بقى محتاجين نطبع ونشوف الاي والبي دي في قلبهم ايه. فاحنا قلنا كونسول دوت رايت لاين، في قلبها ايه؟ في قلبها حاجه صغيره، في قلبها الاي بتساوي، بتساوي دي عشان نطبع في الكونسول بنفس الستايل ده عادي خالص. بتساوي الايه؟ الايه هنا بخمسه، اللي هي ايكوال 5 او ديفولت 5 اب ديت هتبقى ب 10. الجزء الثاني الايه البي بقى، البي ايكوال بقى، ناخد نفس الحاجه دي بس هنغير بدل ده كله كده، يعني هنغير البي بتساوي البي ديفولت 10 هتساوي 5. دي النتيجه اللي المفروض تطلع بعد ما استخدمنا الميثود. بكده احنا عملنا بالجينيريك دي عملنا ميثود
من نوع انت، نقدر بنفس طب نرن ونجرب الاول، ممكن يكون بنضحك عليكم وهي بتطبع غلط، ممكن، وارد اكون بضحك عليكم. هنا الاي بتساوي 10، الديفولت بتاعها 5 والابديت بتاعها 10، فهنا الاي طبعا عليه ب 10، وهنا البي بتساوي 5، البي ترجع عليه ب5 اللي هي الديفولت بتاعها، اللي هي القيمه بتاعتها الاساسيه اللي هنا. الديفولت يعني القيمه بتاعتها الاساسيه اللي هنا والديفولت بتاعها 5، والديفولت بتاعها 10، والابديت بتاعها 5، التحديث بتاعها 5. حد هنا تمام؟ تمام يا باشمهندسين، انا مش عارف ايه اللي حصل هنا، بس هو ايه اللي حصل تحت ده؟ بطلت يا باشمهندسه؟ الجزء الاول وصل يا باشمهندسه؟ الجزء الثاني، دلوقتي احنا عملنا حاجه من نوع انت، تيجي نعمل حاجه ثانيه من نوع سترينج. سترينج، السترينج ايه مثلا، او فيرست نيم، فيرست ايكوال بيساوي عاصم، بحب اسم اكتب اللي انا عاوزه، و لاست ايكوال بيساوي خشبه. حد هنا تمام؟ حد هنا تمام؟ هنيجي نعمل سواب كده، وهننادي على الريفرنس عشان احنا شرحنا الريفرنس وانتوا طلعتوا فاهمينها ما شاء الله. هنيجي نعمل لاست، هنيجي نعمل فريست عادي، هننادي على الفريست الاول، وبعد كده هنيجي نعمل لاست وننادي، نيجي نعمل ريف الاول، ريفرنس وننادي على اللاست. لحد هنا الكلام جميل. هنيجي بقى نطبع الكونسول، كونسول، يعني مش فاهم ايه ده، يعني مش فاهم ايه اللي حصل ده. لا هو كده اشتغل الحمد لله. كونسول، كونسول دوت رايت لاين، منتظر مني ايه؟ منتظر مني ان انا اطبع الفيرست نيم، يعني هنيجي نقول له كده الفيرست نيم في فيرست، ازاي مش هتفرق، فيرست بيساوي عاصم، لا مش هنرجع عاصم، الفيرست بيساوي فيرست، واللاست بيساوي، واللاست بيساوي لاست. لاست ده تمام كده يا باشمهندسين؟ لحد هنا تمام؟ انا مش شايف. تمام؟ ما الباشمهندسين تمام ولا اي كلام؟ عشان نرن ونجرب، لو تمام لحد هنا نرن ونجرب، تمام يا لو مش تمام باشمهندس. نعيد. عليه الصلاة والسلام. بقى الباشمهندسين، باشمهندسة ايه بقى باشمهندسة سامية؟ علشان كده كمان فانكشن للسترينج. انا مش سامع الصوت بعيد. اكتبي في الشات، في الشات ده كده اكتبي، وانا هشوف عشان مش سامع بجد والله. مش فاهم برضه. لا قولي يا باشمهندسة، قولي انا ما فهمتش، او حد يقول لي. لا الجينيريك دي مش للاند والسترنج، الجينيريك دي لاي نوع داتا تايب عادي، مش شرط اند وسترنج بس. انت بتعملي حاجه بدل ما بتكتبي الحاجه اكتر من مره، يعني انا دلوقتي بدل ما باجي اكتب، يعني شوفي فاكره الكود القديم اللي احنا كتبناه ده كله، عملنا كام ميثود هنا؟ في مبرمج شاطر يقعد يكتب ميثود بالطريقه دي، ولا يريح نفسه ويعمل له ميثود جينيريك طول ما هما الاثنين نفس الفكره، ويستخدمها ويقعد بقى يلعب بيها زي ما هو عاوز، مره ليست، مره سترينج، مره انت، مره دبل، مره اي حاجه هو عاوزها. واصله الفكره؟ يعني انت بقى انت معاك
هي معاك يعني، هي معاك في اي حته انت رايحها. وصلت الحمد لله ولا لم تصل؟ ماشي، نرن ونجرب ونشوف ضحكت عليكم ولا هم اللي ضحكوا عليك. اهو قال لي الفيرست نيم خشبه واللاست نيم عاصم، وكذلك اللي فوق طبعها لي، واللي فوق هنا لما احنا عملنا 2 ميثود طبعها لي. ففهمتوا فكره الجينيريك لحد دلوقتي بتتكلم في ايه ولا لا؟ حد يقدر يشرحها لي دلوقتي سريعا ولا لا؟ في حاجه اسمها بوكسنج وانبوكسنج، ممكن تبحثوا عنها، يعني مش دلوقتي بس حطوها اكتبوها دلوقتي قدامكم، ابحثوا عنها علشان ليكوا انتوا ممكن تتسالوا فيها في الانترفيو، ولما تبحثوا عنها هتستفادوا معلومات اكتر من اللي انا هقولها. فعلشان كده عاوزكم تبحثوا عنها. تمام. والفرق ما والبوكسنج والفرق ما بينها وما بين الجينيركس والحاجات دي. تمام. فرق حلو يعني، فرق بيشغل الدماغ شويه. فانتوا دلوقتي بعد الجينيريك انتوا يعتبر بقيتوا، لو فهمتوها بقيتوا ناس عباقرة. دلوقتي بنفس الطريقة بنفس الاسلوب بنفس طريقة الليست الجينيريك، اشرحها ولا لا؟ الليست بنفس طريقة الميثود، اشرحها ولا لا يا باشمهندسين؟ ماشي يا باشمهندس صح. ايوه، انا كنت تمام يا مستني هندسة. حد علشان اقول له لا هشرحها، بس انت لحقت يا باشمهندس. ماشي. هنيجي بقى نعمل الحته اللي على الدور دي، ممكن شبه معقده اكتر سيكا عشان في قلبها كام تفصيله كده اكتر من الميثود شويه. فاحنا دلوقتي محتاجين نعمل ميثود، احنا دلوقتي بره المين، فاحنا محتاجين نعمل كلاس تاني له، كأننا عملناه في مجلد تاني خالص. لا فاكره، لا فاكرين لما احنا عملنا كلاس، اه هو الكلاس بيتكتب ازاي؟ فاكرين لما عملنا الكلاس في قلب الكلاس هنا في قلب ملف جديد خالص، هو احنا كأننا عملناه بس احنا بنكتبه في نفس الملف، ايه توفيرا للوقت يعني. فاحنا هنيجي مثلا نعمل ايه؟ ممكن نقول اللي ده المستودع بتاعنا من اف اوف تي. نفس الفكره، عندنا دلوقتي ميثود من نوع تي، هتستقبل مننا ايه؟ تستقبل مننا مثلا احنا محتاجين في قلبها ليست، الليست دي هنسميها برايفت ليست اوف تي، مش هنسميها اي حاجه. مثلا هي هتستقبل مني ايه؟ هتستقبل مني داتا، داتا داتا كده تقريبا ان شاء الله صح، ايكوال نيو ليست عادي خالص بنفس الطريقه، ليست اوف تي، وبنفس طريقه اسمها ايه، بنفس طريقه الاستعادي، بس بدل ما بحط قيمه هنا انا ببعت لها تي، حاجه مبهمه لسه هنعرفها قدام شويه، لسه انا مش معاك دلوقتي. انت يا اما هبعت لك سترينج، يا اما هبعت لك انت، يا اما هبعت لك اي حاجه. لو عندهم ميتنج ممكن نبعت بس مش وقته يعني. نكمل في الشرح. بابليك فويد، احنا محتاجين نضيف حاجات في قلب هنعمل ميثود صغيره، محتاجين نضيف حاجات في قلب الليست دي، محتاجين نضيف حاجات في قلب الليست دي، وهنعمل اد بس هنسمي الميثود دي باسم اد. انا مش عارف القيمه، انا مسميها فوق تي، فما ينفعش تحت اقول له انت، لا هنقول له تي وايتم مثلا، ايتم عنصر. التي دي هتعمل ايه؟ هتعمل هتنادي على الداتا اللي هو اسم الليست، داتا اسم الليست، وهتعمل اد اللي احنا خدناها في الليست، مش اد بتضيف في بتضيف في قلب اسمها ايه، مش بتضيف في قلب الليست. وهنضيف الايتم اللي احنا سميناه، نضيف الايتم. بعد كده هنيجي مثلا نقول له ايه، هنيجي نطبع له رساله اللي هو نقول له ضن مثلا، بحيث ان احنا نحسسه ان انت عملت عظمه دلوقتي. ضن كده ان شاء الله كده باذن الله، في علامه التعليم ضن. عدينا تمام. محتاجين بقى نعمل ايه؟
احنا دلوقتي عملنا الميثود وعملنا كل حاجه، محتاجين نعمل حاجه صغيره، وهي ان احنا نعمل ريتيرن للقيمه اللي راجعه بتاعت الداتا. فاحنا هنعمل ريتيرن بايه؟ ممكن بحاجه اسمها، ممكن نعمل ميثود اسمها جيت ايتم مثلا. هننادي على التي وهنسميها جيت مثلا، جيت ايتم. في بقى نقطه هنا حاجه ثانيه، الجيت ايتم دي هترجع لي ايه مثلا؟ هنقول انت اندكس القيم اللي راجع، العدد الاندكسات اللي جوه اند اندكس. في بقى نقطه هنا حاجه كده، بص احنا بنيجي نعمل ريتيرن كده عادي وبنكتب ريتيرن مثلا ريتيرن ريتيرن، فبما انها ليست فهو هيريتيرن اندكس مثلا، بما انها ايه ريتيرن داتا اندكس، هيريتيرن الداتا او هيريتيرن الاندكس اللي في قلب الداتا دي. ليه اندكس؟ لان هي راجعه عباره عن اري قيم كتير. بس هي في حاجه بقى، يعني مش حرام ان انا اخد 1 2 3 4، لا مش حرام طبعا، بس هو مش حلو ان انا اخد الجزء ده. في حاجه تانية قال لك عليها اسمها انك تختصر الميثود دي. تختصر الميثود ازاي؟ هتيجي تعمل دي اسمها جوز تو تمام، او ريتيرن، بس هو في المتعارف بينطقوا بالاثنين. جوز تو يعني هتبابليك تي جيت ايتم انت اندكس جوز تو كده، ماشي، اندرسكور داتا، وهتجيب لي كل الاندكس اللي في قلبها. ايه الحلاوه دي؟ يعني الميثود اللي كتبناها في 4 سطور اختصرناها في سطر. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ فاهمين يا باشمهندسين ولا لا؟ مهندسين فاهمين؟ يا حلاوه. ثانيه واحده عشان باشمهندس. معايا يا باشمهندسين؟ كان الباشمهندس عنده مشكله فعشان كده خرج، بس هنكمل احنا وهو هيحصلنا ان شاء الله. آه، احنا دلوقتي معلش يا محتاجين نعمل باشمهندس، معلش ايه؟ عيدها بس آخر مرة تاني، عيد الحتة دي تاني ماشي، بس معلش. الحته دي ولا الميثود كلها؟ براحتك، اللي انت مش فاهماه عشان نركز على الحته اللي مش فاهماه بالظبط. لو كلها فهنعيدها كلها، الحته دي بس فهنعيدها الحته دي بس، فبراحتك اللي انت هتقولي عليها هو هنعمله احنا هو دلوقتي. أنا مش فاهمة ايه؟ هو أنا مش فاهمة احنا بنعمل كلاس يعني ولا بنعمل ايه؟ اه هنا بصي، هنا دلوقتي احنا عملنا كلاس عادي خالص، نفس الكلاس اللي احنا كنا بنعمله في المجلد الثاني، كلاس من نوع بابليك علشان يتشاف على كل الكلاسات. الكلاس ده هيبقى في قلبه ايه؟ هيبقى في قلبه مجموعه من الداتا، ليست برايفت، مجموعه من الداتا دي انا لسه مش عارفها، فعملتها حاجه اسمها الجينيريك. الجينيريك دون انا عبرت عنه بحاجه اسمها تي، علشان انادي على الجينيريك. لو احنا حذفنا دي كده، علشان انادي على الجينيريك كتبت عرفته بتي تمام، وعملت الداتا وعملت نيو ليست عادي خالص، نفس الليست اللي احنا شرحناها قبل كده. بعد كده قمت عامل بابليك هنا، عملت ميثود صغيره باسم اد، بتنادي بدل بنادي على تي اللي هو اللي انا لسه مش عارف قيمته، بدل ما كنت بقول مثلا بحط انا هنا انت، بحط هنا سترينج وهكذا، قمت قايل لا انا هحط دي لان انا لسه مش عارف انا هبعت لك ايه. انا هبعت لك ايتم سترينج ايتم اند، انا مش عارف، فلما اعرف هقول لك، فلما هقول لك انت هتضيف الحاجه اللي انا قلت لك عليها. حدينا تمام الحمد لله. فبعد كده قلت اندرسكور داتا دوت اد، فانت هتضيف لي الداتا اللي هي من نوع ايتم اللي جايه لك.
وبعد كده اول ما تضيفها تقول لي ضم اللي انت كده ضفتها تمام. نزلنا تحت كمان وعملنا ميثود تانية من نوع جيت ايتم. كل الداتا اللي انت ضفتها هتجيب لي الاندكس بتاعها، وهتيجي تعرض لي الداتا او هتعرض لي الاندكس بتاعها هنا. فاحنا قلنا بدل ما هنيجي نكتب الميثود كامله، فاحنا اختصرنا الميثود، بدل ما هنفتح قوسين وهنكتب ريتيرن وهنعمل الحوار بتاعنا ده كله، لا احنا قلنا ان احنا اختصرنا الميثود في حاجه اسمها ايه؟ ريتيرن او جوستو، اللي هي يساوي دي كده، دي اسمها جوستو او ريتيرن. ريتيرن ايه؟ الداتا والاندكس. ريتيرن الداتا هتجيب لي الاندكس. طب ليه حطينا الاندكس في القوسين دول؟ علشان هي راجعه بليست بمجموعه مجموعه من العناصر، مش عنصر واحد. لحد هنا تمام؟ ده اللي احنا عملناه بس. تمام يا باشمهندس. تمام. حلو. محتاجين دلوقتي نعمل ايه؟ محتاجين بس ننادي او نستخدم الاندكس دي. يعني انا دلوقتي عملت ايه؟ جينيريك. الجينيريك دون بيكون في قلبه كلاس وليه ريفرنس وحاجات كده، علشان نمنع اي غلط وقت التشغيل. فاحنا لازم نعرف الكلاس ده بحاجه، نعرفه بحاجه مهمه قوي، وان انا هقول له ان متقدم شويه الجزء ده بس مش مشكله. بابليك كلاس مثلا ماي او هاندل داتا. كلاس اسمه هاندل داتا، هنسميه اوف تي. انت هتستخدم الكلاس دي وير في حاجه اسمها وير لما التي بتكون، لما التي بتكون ايه؟ مثلا كلاس عادي، لما التي بتكون كلاس و ون ونيو، وانت هتعمل لي منها كونستراكتور جديد ونيو. تمام لحد هنا؟ هتعمل لي ايه بقى دلوقتي؟ عملنا الهاندل للداتا، فهنيجي نعمل بابليك عادي خالص. بابليك سهل يعني، بابليك عادي، وهنقول اللي هو النوع بتاعه اللي هو تي اللي انا لسه مش عارفه، وهتعمل لي مثلا منه اللي هو مثلا كرييت. انت هتعمل لي كرييت مثلا، كرييت اي حاجه، كرييت اللي هو انت بقى كرييت الحاجه اللي راجعه. تمام. وهتيجي تقول له ريتيرن. هتريتيرن ايه؟ هتريتيرن النيو، النيوتي التي اللي جايه جديده. تمام. تمام لحد هنا؟ تمام. هننزل بقى عند ممكن برضو نعمل حاجه كمان، يعني حاجه صغيره برضو كده اضافه حلوه، وان احنا هنعمل برضو بابليك كلاس، وهنحط في قلبه داتا ثابته اللي هو كلاس. انا حاسس ان انتوا تهتوا، او انا متاكد انكم تهتوا. يوزر بابليك هنسميه، هنقول له انت بابليك هتستقبل مني ايه؟ هتستقبل مني سترينج نيم. سترينج، لا، سترينج نيم جيت وست. هتضيف جيت وست، بس انت هتساوي ايه؟ هتساوي يوزر مثلا. يوزر. ماشي. كده احنا عملنا الثلاث حاجات دول. احنا محتاجين دلوقتي نعمل حاجة مهمة جدا، الا وهي ان احنا دلوقتي ننادي على او نبدأ نستخدم الداتا دي اللي هي اللي موجودة. فانا علشان استخدم الداتا دي هستخدم ايه؟ هستخدم الريبو اللي احنا عملناه فوق ده. فانا دلوقتي محتاج انادي على، خلينا نكتب هنا. انا دلوقتي محتاج اعمل او اضيف قيمة في قلب ال في قلب الليست دي، في قلب الليست. هل القيمة اللي انا ضفتها لو انا كنت عامل انت هنا كنت هضيف ايه؟ كان لازم اضيف انت، زي ما احنا اتكلمنا كان لازم انت، ما ينفعش تضيف له اي حاجه تاني. لا هنا بقى الجينيريك قال لك مش لازم تضيف انت يا حبيبي، تعالى اقول لك تضيف ايه. قال لي يا عم الحاج انت ممكن تضيف، واحنا كنا كاتبينها زي فوق كده. ماشي. انت ممكن تضيف انت، يعني ممكن نيجي نعمل انت عادي خالص. انت النوع نمبر مثلا، نمبر
وهتساوي نيو ريبو اوف انت. فانا كده عملت حاجه اهو، جيت قمت مناديها ومستخدمها، بدل ما كنت بكتب ليست تي مش عارف ايه، لا انا دلوقتي بقيت انادي على الريبو بناء على حته واحده بس، بدل ما بعيد تكرار الكود لا انا بس بعمله وببدا استخدمه اكتر من مره في اي حته انا محتاجها. دون عشان ابقى في حاجه اسمها سنجل ريسبونسابيلتي. مش لازم وما تركزوش في اللي انا قلته، انا بعدل الكود في مكان واحد ما باثرش على بقيه الكود، يعني انا بروح اعدل في مكان واحد وبيسمع في كله عشان ما اقعدش اعدل. لو الدوام مش موجود انا دلوقتي عاوز اعدل حاجه ممكن الف عليها 10 مرات في قلب الكود وابدا اعدل فيها 10 مرات 20 مره على حسب ما موجود في الكود. تمام. فاحنا دلوقتي عملنا الريبوزاتري اللي هو ريبو انت نم ايكوال نيو ريبو. ده بدل ما انا بعمل الليست بنفسي، لو انا حبيت اعدل في الليست دي اقدر الاقي الدنيا سهله وبتتعدل معايا عادي من غير ما اعدل في كل حته كل شويه. وبنفس النظام بدل ما بكتب الكود اكتر من مره لا انا بقلل عدد الكتابه وبخلي الكود بتاعي منظم وماشي بالمعايير اللي كل الناس ماشيه بيها. واحنا محتاجين ننادي على النم دوت، وهنضيف بقى هنضيف ايه؟ قال لك تعالى مثلا نضيف لي اي رقم، ما احنا محتاجين بقى نضيف دلوقتي. ضفنا اي رقم. دلوقتي احنا محتاجين نضيف سترينج مثلا، برضو نفس النظام ريبو نفس النظام بالظبط اهو. لو انا خدت دي كوبي كده كوبي حتى، يا راجل كوبي حتى كسلت تكتب. ايوه كسلت. نيم وريبو سترينج سترينج وقال لك برضو نيم دوت اد، برضو عشان انا بحب اسمي فهنكتب اد. بحب اسم الحاجه بعشقه عاصم. حلو قوي لحد هنا، حلو قوي لحد هنا. دلوقتي احنا ضفنا في قلب الداتابيز وحفظنا وكل حاجه تمام. هل كده احنا خلصنا؟ احنا يعتبر شبه خلصنا، بس هنحتاج نعمل حاجه صغيره وان احنا نرن ونجرب. بس طبعا لما نيجي نرن ونجرب هل هيطبع علينا ولا هيدينا؟ لا هيقول لنا لا مش هطبع لكم. ده حد يقول لي قبل ما يرن هيطبع علينا ولا لا؟ مش مهندسين فاهمين طيب ولا لا؟ لو هيدا تاني مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه انتوا تبقوا فاهمين. في وانا اربعه. فاهم الجزء الاول ده اللي بقرا الداتا وبعمل جيت يعني، بس فاهمه بعد ولا مش كده فاهمه؟ فاهمه ولا مش فاهمه؟ انا ما سمعتش. الجزء الاول ده فاهمه، اللي هو بيقرا الداتا وبيعرضها، بس تمام. بعد كده تهت يعني. هنعيده تاني دلوقتي. باقي الباشمهندسين باشمهندس سامية باشمهندس روضة باشمهندس هانم. هو فاهمة، بس الجزء اللي هو بتاع الهندل ده مش فاهماه. ماشي. باشمهندس سامية باشمهندس هبة فاهمين ولا لا؟ هعيد بس انا محتاج ابقى فاهم. حد فهم ولا غاية واصلة؟ ماشي. باشمهندس هبة انا هعيد بس انا محتاج يعني حد فهم ولا محدش فاهم خالص، فده اللي انا عاوز اوصل له بس. باشمهندس هبة فهمت حاجة ولا ما فهمتيش؟ خلاص نأكد. احنا طبعا ايه؟ طبعا ضن وهو مش هو ده المفروض. بلس دي مش عارف ايه بروسيس مش هو ده المطلوب خالص. بس احنا نرني تاني عشان اتاكد هو طبع الحاجه صح ولا لا. دن دي كانت فين؟ دن اد ايتم. في حاجه كاتبها غلط في اللوجيك بس ثانيه واحده اراجعه بسرعه كده.
هو ما احنا كنا وقفنا فين؟ كنا وقفنا ثانية واحدة. ماشي، احنا قلنا احنا دلوقتي هنعمل كلاس عادي خالص. الكلاس ده لازمته ايه؟ ان احنا هنضيف الداتا، هنعمل اد للداتا وهنضيف الايتم فيه، واول ما نطبعها هنقول done اللي هو اضاف. فهو ضاف مرتين اللي هي القيمه اللي احنا رجعناها هنا، بس ما عرضهمش. ممكن نعرضهم عادي زي ما احنا كنا بنعرض الليست. كنا بنعرض الليست ازاي؟ انا مش فاكر، حد يفكرني، بس مش دلوقتي لما نكمل. فقلنا احنا عملنا حته البابليك دي. انا قلت ان انت هتهندل الداتا، انت مش هتعمل اي حاجه غير في حالتين. يعني انت مش هتستخدم الدي غير لما الوير دي الوير تي، يعني انت بتحجمه شويه تبقى كلاس او جديده وجديده اللي هي نيو، انت كأنها بتكريتها من الاول وجديد. وبعد كده بابليك عملنا كرييت، ده انا عرفت اكنه كونستراكتور خاص بيه بس. وبعد كده ريتيرن نيو تي بس خالص. بعد كده بابليك كلاس يوزر، بابليك سترينج نيم. وقلنا دي مالهاش اي ثلاثه، ممكن اشيلها عادي، بس انا عملتها كده بس اهو شلتها، مالهاش اي ثلاثه لازمه. بابليك كلاس انا قلت بس ان انا علشان دي تمهيدا لحته هناخدها قدام، بس اهو سيبك منها خالص، ما تزعلش نفسك اهو، سيبك منها دي. يعني انت بقى هنا مش هينفع تنشئ التي، او مش هينفع تعمل الهاندل الداتا، مش هتنفع تعملها غير لما وير، عندما لما التي بتبقى كلاس او نيو، او انت معرفها من جديد. فانا دلوقتي عملت اد، فانا دلوقتي محتاج اطبعها. كانت بتتبع ازاي؟ كانت بتتبع ازاي يا باشمهندسين؟ انا بكتب غلط بس قولوا لي كانت بتتبع ازاي. كانت بتتبع ازاي يا باشمهندسين؟ باشمهندسين قولوا لي. الليست كنا بنطبعها ازاي؟ لو انا معايا ليست بطبعها ازاي؟ بفور اتش يا باشمهندسين، بفور اتش. ماشي، اه الصوت شغال. باشمهندسين الصوت شغال صح معاكم؟ عشان باشمهندسة تسأل. أيوة شغال. ماشي، هو شغال يا باشمهندسة. ممكن يكون تخرجي وتدخلي، تخرجي وتدخلي تاني. لحد هنا تمام؟ اتمنى يعني تكون وصلت، لان كده اوت فعلا. فانا هوقف التسجيل، ايقاف التسجيل وايقاف التسجيل